يقبل استقالة الدكتور أحمد شفيق ويكلف الدكتور عصام شرف برئاسة الحكومة. اعتماد حافز إضافي لجميع أفراد الشرطة من العاملين بالمناطق الحدودية لتحسين الحالة الاجتماعية لهم. شباب مصر الحر يفتتح نصبا تذكاريا إحياء لذكرى شهداء 25 من يناير في السويس. مرحبا بكم مشاهدينا إلى أون تايم أقاليم، وهذه الجولة اليومية في قرى ومحافظات مصر. تفتتح رابطة شباب مصر الحر في السويس النصب التذكارية للمحافظة أمام مبنى الديوان العام مساء اليوم، حيث قام شباب الرابطة بإعادة تطوير وتجميل الميدان وبتسجيل أسماء شهداء ثورة 25 من يناير من أبناء السويس على النصب التذكاري، إضافة إلى عقد لقاءات ثقافية وأدبية أسبوعيا في الميدان إحياء لذكرى الثورة.